السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى قصة اليوم تلقاكم في أحسن الأحوال وتكون أموركم كلها على أحسن ما يرام. قبل ما نبدا قصة اليوم ما تنسونيش بلايكاتكم وتعاليقكم بالتصويرة، ويلا نصليو على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا رابعة، جيت اليوم باش نشارك معكم الحكاية ديالي ونحكي لكم موقع ليا وما داز عليا. حكايتي حكاية، غير سمعوا ليها واستافدوا منها وخذوا منها العبرة على هادشي اللي غادي تسمعوا منها. انا كنت عايشه في المغرب، ما عندناش وما خاصناش، عايشه مع عماتي. حيت الوقيته اللي توفى الاب ديالي بقيت مع عماتي، لان الام ديالي مشات وبدات حياتها من جديد، وعماتي وعمامي ما بغاونيش نمشي معاها وربوني مع وليداتهم. عماتي كنحس بهم خواتاتي وعمامي خوتي، عمرهم حسوني باني بنت خوهم او يتيمه. كبرت معاهم حتى النهار اللي سهل عليا ربي وتزوجت واحد ولد الناس اللي شافني في راس الدرب وجاب العائله ديالو، طلب ايدي بالسربه، درنا الخطبه ودرنا العرس وفرحت ومشيت عند عائله راجلي. اللي بغيت نقول لكم عائله واش من عائله، ناس عندهم جوج وجوه وهادو عندهم 17، كل وجه كيعطيوه الواحد. عييت ما ندير معاهم الخطر، عييت ما نمشي مع الوجوه ديالهم والو. واحد العائله لا حول ولا قوه الا بالله. اللي كان مصبرني هو راجلي، حيت راجلي كان يمشي لاوروبا وكان خدام وكيجي كل عام، وبغى يديني في طبيعه الحال ودار المستحيل حتى داني. ولكن هذيك السنين اللي دوزت معاهم كانت سنين اللي كانت صعيبه، قليل اللي تحملها في حالي. ولدت فيها وليد وبنيه، وجا الفرج انه يديني لاوروبا. ولكن حتى توفات العجوزه، ايوا مشيت لاوروبا مع الراجل اللي كيبغيني وكنبغيه، الراجل اللي صبرت على قبله واللي حارب على قبلي. كانت تيقول لي تفرقنا غير الموت، انتي حياتي وانا حياتك، وثالثنا اللي يكون وسطنا ما كاينش. مشات ليام ودازت ليام، وتأقلمت مع الجو ديال ايطاليا وتأقلمت مع الناس اللي فيها. ولكن خرج كنخدم بالاراده ديالو. تعاوننا على الزمان، بحال كل مرة كتبغي راجلها وكل مرة باغا توصل بنيتها ووليدها. الخدمة في الأول جاتني صعيبة ومن بعد تعودت عليها، واخا الفياق بكري واخا التلج واخا تمارة. المهم تنقول مع راجلي خسارة فيها، واخا نضرب تمارة راني تعودت عليها. ويوم على يوم بسنين كدوز شرينا أرضية في المغرب وطلعنا هذيك الأرض، ودايرين باش نديرو شي مشروع ونرجعو لبلادنا في الكبر ديالنا، بلا ما نبقاو نضربو تمارة سنين اللي طويلة وفي الأخير نتغربو ويجيبونا لبلادنا ميتين. اللهم نعيشو فيها ونعيشو في الخيرات فيها بالفلوس اللي جمعنا في أوروبا. وأخواتي، راني كنخدم الليل والنهار، راني كنضرب تمارة على بركابي باش في آخر حياتي نعيش بخير. ايوا سمعوا خذوا فكره من حكايتي بالنسبه للنساء اللي بحالي، بالنسبه للنساء اللي كانوا تايقين في رجالتهم، والنساء اللي كيقولوا باني واخا نضرب تماره مع الراجل عمرو غادي يبدلني ولا غادي يغدرني. ونجيكم من الاخر، انا وليت كنبان بحال شي راجل، حيت الوقيته اللي كنجي من الخدمه ما عنديش الوقت باش نقاد حالتي ونقاد راسي غير هذاك الدوش اللي كندوش. ايوا نسيت بان الراجل راه غدار، وبان الراجل راه كيبغي الانوثه في الدار، وبان الراجل راه واخا تعطيه دمك وفلوس ديما غادي يخضرك. هادشي ما كانش طايح عليا. ايوا كنمشيو المغرب وكنجيو هادشي باين عليا، غير هذيك المشيه اللي كنمشي المغرب كنمشي عاد الكوافوره ونمشي الحمام ونحني شويه كتبان فيا واحد الانوثه. ولكن الغدار ديما كيبقى غدار. يوصل واحد الوقت اللي خصنا عليه غادي نرجعوا للمغرب، واتفقنا اننا نسكنوا فيه ونمشيو حنا والوليد والبنيه ونستقروا. ايوا مشى المغرب اللي جاتو من جهه على غفله. ايوا طول كنعيط ليه، وهذا الشيء كامل هو راه ضاربه بواحد الحجه، راه ما بقاش هذاك الراجل الصغير، راه ما بقاش هذاك الدرويش. ايوا الوقيته اللي مشى كان صوني لي بحال كل مرة راجلها في المغرب، جيب تقدا بغيت هادي هادي. مشى للقيصريه
وراني هذاك الشيء اللي غادي يجيب. ومن بعد دوز واحد 4 شهور 5 نرجعوا للمغرب. الراجل ما يدخل غير واحد المحلات، وما يدخل غير واحد المحل فيه القنيضرات وفيه الجليبات. ومن تما الراجل تجمع وطوى كأنني عمرني كنت مراته. ما بقى يسول ما والو. هذا مالو؟ كنصوني ما كيجاوب. كنعيط للفعات ديال خواتاتو تيقول لي وهذا هو الراجل اللي كنتي تحاربي على قبله. ايوا هذا هو الراجل اللي كنتي صابره على قبله. ايوا واجهي الدنيا واللي فيها معاه. خواتاتو عارفين باللي كاين وانا ما كنتش عارفه. دازت 4 شهور وما صبرتش. شديت الطياره انا وولدي وبنتي، مشيت للمغرب. الدار مسدوده، قفلها اخر جديد. مشيت عند خواتاتو، حتى وحده ما جاوباتني. بغيت نعرف غير الاخبار. مشيت عند عماتي، ما عارفينش. امامي ما عارفينش. البيبان تسدات في وجهي. ما بقيت عارفه حتى حاجه وحده اللي طاحت في بالي. واخر لقاء كان بيني وبينه هو المحل الشوكه اللي انا عارفاه في القيصريه اللي تخليه. ومن تما عمرني عرفت اخباره. مشيت، والمحل اللي مشيت ليه لقيته تباع ولا ديال الرجال. ما علينا، مبقى عندي فين نسول. الراجل غبر وغبراته الارض. خواتاتو ما بقاوش باغيين يهضروا معايا. عييت ما نتجسس، عييت ما نتسنى، عييت ما نقلب، عييت ما نبكي على الدار اللي طلعت، عييت ما نبكي على تمارا اللي دوزت. والمشكله الدار بسميتو، والفلوس اللي في البنك حتى هما بسميتو. ما كنتش ضامنه بلا الايام غادي تقرب عليا، وما كنتش ضامنه بلا هاد السنين الطويله غادي تدوز صفحه في حياتي وما غادي ناخد منها والو. وعمرني ظنيت بلا الراجل اللي ضربت عليه تماره وسنين طويله غادي يديرها بيا. رجعت ورجعت ولدي وبنتي، وما بقيتش كنفكر باني غادي نستقر في المغرب وعند من، وشكون اللي غادي يهزني، وشكون اللي غادي يدور بيا. رجعت ورجعت الكية في القلب ديالي. رجعت ورجعت باكيه لداري. وحسوا بيا كيفاش الوحده اللي دوزات سنين طويله مع الراجل ديالها، كيفاش الوحده اللي عانات ودوزات الهم والكرفي والفياق بكري وبالليل، في الاخير دفع ليها راجلها في التليفون ويحطها سطل بلا تقرقيب. انا كنت كنقول بلا مات وبلا خطفوه، ولكن الطريقه اللي كيتعاملوا معايا خواتاتو انه كاين في البلاد وداير شي حاجه اللي ما باغينش يقولوها ليا. بقيت صابره على اساس غيجي واحد النهار وغادي يصوني، ولا اساس غادي نعرف اخباره. اللي بغيت نقول لكم هو ان الفيلاج اللي ساكنه فيه كامل الناس كاملين عارفين خباري، خصوصا صحابو اللي حدايا وعيالاتهم. وحتى وحده ما زعمات انها تجي عندي، حتى وحده ما زعمات انها تقول لي اش واقع، حتى وحده ما زعمات انها تعطيني الخبار على راجلي. خافوا عليا، خافوا ان توقع لي شي حاجه، حيت عرفوني ما دوزت معاه، والصبر اللي صبرت معاه، وتمارا اللي دوزت انا وياه. المهم حتى لواحد النهار اللي انا جالسه في الجرده مهمومه الخاطر، وربي اللي عالم بيا وكنبكي غير في الداخل ديالي. جالسه وجات حدايا واحد المراه وجاو العيالات حدايا. هذيك المراه معروفه عليها صريحه، وهذيك المراه معروف عليها في نفس الوقت اللي سمعتها كتقولها. قالت لي بغيت نهضر معاك ونقول لك اللي كاين. قلت لها اخبار الخير؟ قالت لي انت يا ربيعه انا كنهضر معاك. قالت لي الناس كاملين اللي في هذه القبيله وهذه المدينه حتى واحد ما قدر يصارحك، ولكن قلت علاش انا ما نصارحكش؟ علاش غادي نغدرك حتى انا؟ علاش ما نبينش لك الحقيقه انت اللي كتقلبي عليها؟ قلت شنو هي؟ واش من حقيقه حق؟ شنو خلعتيني؟ ما واقع لبنتي وولدي شي حاجه؟ قالت لي لا، الراجل ديالك، الراجل اللي دوزتي سنين طويله معاه، الراجل اللي كيغدر فيك والناس كامله عارفه اخباره وحتى واحد ما قدر يقولها ليك حيت خافوا عليك. قلت لها شنو؟ اش من اخبار؟ قالت لي الراجل ديالك راه مشى للمغرب وراه تزوج وحده اللي كانت خدامه في قيصريه، واحد البنت اللي كانت صغيره. قلت لاش كتقولي؟ قالت لي اياه مشى وتزوج بيها ودار ليها العرس وكبر بيها ودا خواتاتو ودا العائله كامله، انتي ما اخبارك والو. قلت لها هادشي فين كاين وشكون اللي قالوا لك؟ قلت لها واش باغا توسوسيني؟
انا عرفته بعد وعرفته غيدير شي حاجه، ولكن كيفاش انه غيشوف وحده صغيره؟ حتى لا تزوج غيتزوج شي وحده كبيره. بقات كضحك قالت لي الله يهديك، اش بغا وحده كبيره؟ راه هاد النوع ديال الرجال تيقلبوا غير على الصغر اللي دارسه غير في راسها، واللي شرفت غير راسها. قلت لها شنو؟ قلت لها دابا فينا هو واش قال؟ قالت لي راه كاين في الفيلاج اللي حدا هاد الفيلاج. قلت لها ويلي لا كاين هنا؟ قالت لي اياه كاين، وجابها بكونطرا خرجت ليها في شهرين، ما جابهاش بمارياج. اها. قلت لها عارف اش كيدير؟ قلت لها جاب وحده صغيره كونطرا حدا الفيلاج، بعد ما رقعته وتعاونت معاه وليت نبان كيف الراجل. ما كنتش من العاكسين، مشيت للبلاصه اللي فيها وعطوني لادريسه ودقيت الباب، وكان هذاك النهار الحد 10 ديال الصباح. دقيت وحل الباب، قلت لي ياك الغدار، ياك هذا هو الجزاء ديالي. دفعت الباب في رجلي باش نشوف، وبصح هذيك الدريه الصغيره اللي قالت لي عليها المراه، قلت لي باش بدلتيني بوحده اللي قد بنتك، بوحده اللي صغيره، وحده اللي جات ولقات كل شي بين يديها، وحده اللي جات لاوروبا ولقات الورد مفرش ليها. علاش درت لك انا؟ فاش وصلتك درت فيك غير الخير، تعاونت معاك على الزمان، ما قلتش لا، ما قلتش خليه يضرب تماره بوحدو كي بعض العيالات جالسات في الدار معززات مكرمات. ما قلتش ما نخرج وتصب عليا الشتا والليالي والبرد والقسوه والثلج ونبقى سخونه في داري. قلت لا، نعاون زماني. ما قلتش ندير رجل على رجل وناكل اللي بغيت، لا رجعت واقتصدت باش نطلع الدار ونديرو علاش نرجعو في المغرب. نهار اللي تعاهدت انا وياك ما نطعنوش بعضياتنا ونخدمو ما نغدروش بعضياتنا، انا بقيت على العهد والوعد وانت خنتيه. مشيتي المغرب تزوجتي وحده اللي قد بنتك وعشتي الحياه. عرفتو باش جاوبني اخواتي، قال لي انت كبرتي وانتي ما بقيتيش تحت سيطرتي، وانا بغيت شي وحده اللي فيها الانوثه. انتي ولاو يديك بحال يدي الباله، انتي قصاحيتي وليتي بحال الراجل حدايا. سمعوا ودخلوا الكلام. نهار كي تقلب عليك الراجل كيعايرك بصح بهداك الشيء اللي انتي درتي على قبله هو. وما انا كون بقيت في الدار معززه مكرمه يدي ما غاديش تقصاح بلا هداك الشيء اللي كنت كنهز، لان حتى من لبني خدمت فيه وتماره هزيتها على كتافي حتى تصلبوا قصاحو ولاو بحال ديال الراجل. هادشي كامل كيجرحني وكيطعني وكيجيب وحده صغر مني. ايوا قلت ليش غادي نقول لك، الايام بيناتنا واللي خال العهد غادور الايام عليه وغادي تغدر وغادي يتخان كيف ما خان. انا الله ياخذ فيك الحق. قلت لي حاجه وحده اللي بغيت، الدار اللي في المغرب نتقاسمها انا وياك، الدار اللي في المغرب تاخذ النص وانا النص، واخا ضربت عليها تماره. عرفتو باش جاوبني يا اخواتي؟ قال لي الدار اللي في المغرب ما ديالي ما ديالك، ديال مراتي، عطيتها ليها كادو، بينت ليها بالله كنبغيك. حتى نهار اللي طلبت ايدها قالت لي اش ضمني بانك غادي تبقى معايا ولا ترجع لمراتك، بغيت شي حاجه اللي انا تكون بملكي. قلت لي هادشي كامل والسنين طويله وتماره اللي ضربنا على الدار عطيتيها ليها هكاك. قالت لي علاش ماني ما نتساهلش خالتي؟ قلت لها زيديني، انا ماشي خالتك، انا جداك، انا المراه الشارفه الكبيره اللي ضربات تماره باش جابتك انت هنا ووصلاتك، انا المراه اللي تغشات في حياتها وظلمات بسبب الراجل اللي كبرت به. قلت لها انت بسهوله داكشي اللي ديتيه ليا جات وحده وداتولك، ومازال الايام غادي تبين لك ومازال غادي تدور وتجي عندي. انا راه ماشي كبرت وشرفت والايام دازت عليا، ربي غادي يعوضني بهاد الوليد والبنيه. شوف انت شكون اللي غادي يهزك في كبرك، حيت جبتي وحده غير طماعه اللي دخلت على الطمع عمرها غادي تشبع ولا تقنع. الايام بيناتنا. المهم مشيت للدار وكيتي ديتها معايا، ولدي وبنتي كيعرفوا طبيعه الحال راهم كبروا. تيقول لي مالك اميمه؟
اليوم شوفوا باكم، انا غادي نحطكم في الامر الواقع. انا ضحيت وكبرتكم وعاونتو في الاخير باش تجوج وحده اللي صغيره. فاش عرفتو قال لي راكي كبرتي وشرفتي. ولدي قال لي نمشي ندير شي جريمه فيه، قلت ليه ما توصلوش. بنتي بكات وبقيت فيها وعنقاتني، قالت لي امي انتي هي حياتي، نخدم ونضرب تماره على قبلك، غير صبري. الا مشات الدار غير تمشي، ولا مشاو الفلوس غير يمشيو، المهم تبقاي صحيحه لينا، المهم تعمري علينا الدار. وهو نهار اللي غادي يرجع ما غاديش يلقانا، غير خليه. امي بزاف اللي جابوا البنات الصغار لهاد البلاد وداروا عليهم. امي كيفاش دريه قدي غتبغي واحد قد با؟ كيفاش غادي تتعاشر معاه؟ غادي تشوف الرجال هنا اللي صغار وضروري غادي تبغي شي واحد وغادي تغدرو وغتخليه شفايه في الدوار. المهم هذاك الشيء اللي قالت بنتي هو اللي كاين. ما خلونيش نرجع نخدم، ما خلونيش نضرب تماره. بنتي كتخدم وولدي كيخدم. ولدي ما فكر يتزوج حتى يطلع دار في المغرب هو وبنتي وتكتب بالاسم ديالي. واخا ما بغيتش، ولكن ربي بدا كيعوض فيا، ربي بدا كيعطيني على قد نيتي. بنتي وولدي مازال بغاو يديروا ليا اكثر، داوني العمره والحج وحجيت. لقيت اللي حج هو قلت لي غير سير خليني نخدم، ما نخرجش من الشركه اللي خدامه فيها. هادشي علاش مشى حج هو وانا لا. قلت لي حتى نمشيو للمغرب ونستقروا وفي الاخير نحج. هذاك الشيء اللي كنت ناويه مع الغدار، هذاك الشيء اللي كنت ناويه مع الراجل اللي ما كيسواش، مع الراجل اللي دارها بيا والراجل اللي شف العديان فيا. ولدي بعد ما دار كل شيء قرر انه يتزوج، ولكن تزوج في المغرب بعد ما دار حتى هو مشروع. لان ولدي كانت عنده فلوس كثيره في الاول، هو ولا بنتي، وخدموا على قبلي وداروا المشروع وداروا كل شيء. غير بنتي تزوجات في ايطاليا واحد الراجل اللي كان خدام، ولدت معاه البنيات. ولدي ما باش يخليني في المغرب، هادشي علاش استقر هو والمرا ديالو وولد واحد الوليد. انا دابا اللي بغيت نقول لكم بخير، الحياه ضحكات. داكشي اللي كنت ناويه وهو اللي لقيت. حتى من المشروع اللي داير ولدي كاتبوا معايا النص بالنص، كاتبوا في الاسم ديالي. يعني داكشي اللي ضربت عليه تماره سنين طويله وضاع مني رجع ليا فرمشه عين. رغم كل شي خدامه والفلوس اللي كيدخلوا كان كتبهم بسميه ولدي، لاني انا ما بغيت ندي تقاليد حتى حد. ولدي كبر بيا وحقق لي الحلم اللي خدمت عليه سنين طويله وضاع في فرمشه عين. ايوا حتى لهنا كلشي مزيان، خدامه كنكبر في وليدات ولدي عايشه بخير. ايطاليا كنمشي ليها الوقيته اللي كتولد بنتي وكنضرب دويرات تما، وفي نفس الوقت كنعرف الاخبار. الراجل سمحات فيه، ما عقلاتش عليه، يتساهل. كتدخل وكتخرج في المغرب بالطوموبيل المخيره، صوبات وراقها وعشت بخير وضاحكه ناشطه رغم انها ما مجوجاش. عاشت واحد الحياه لقات هذاك الشيء اللي كتمنى من صغرها. هو دل قدام صحابه، ما بقات ليه لا قيمه لا شان. مشى للجنوب ديال ايطاليا ولا يخدم في الفلاحه، كيضرب تماره كريم مع صحابه. الدنيا دارت بيه. هادشي حكاتو ليا بنتي، بنتي اللي محناتش فيه، اللي كيصوني عليها ويحكي ليها، كتخليه حتى يكمل وكتقول لي ما عندي ما ندير لك، جزاء ما درتي في الام ديالي. يعني ما طاح على حتى حاجه ولا مدلول في اوروبا. هذاك الشيء اللي داه ليا واللي حلم بيه جات برهوشه ضرباتو بيه، ما عقلاتش عليه. واش الراجل اللي يتلاقى مع وحده صغيره وطمسو ويكتب ليها الدار ويخسر عليها الفلوس اللي كانت كتجمع مرته هو ويديها لاوروبا وما تعقلش عليه؟ اش باغي من وحده اللي برهوشه؟ انا اللي كنت قريبه لي فلاش، انا اللي كنت هازه همه، انا اللي كنت درويشه ونضرب تماره معاه، ما قالش عليا. قال لي كبرتي. وشكون اللي كبر في نظركم، هو ولا انا؟ هو كبروا الهم والفقصه والعصب اللي دارت ليه، وانا صغرني معامله ولادي معايا، وانا صغرني المشروع اللي كنت كنحلم بيه وجالسه فيه، وانا صغرني هذا الشيء اللي ربي عوضني بيه. حيت القلب الصافي عمره ما كيخيب، كيضر ولكن مع الايام كيتنسى. انا قاسيت وبكيت وتعصبت وتشمت، ولكن في الاخير ربي جزاني. انا علاش حكيت حكايتي لكم وعلاش بالضبط في قناه السلطانه؟ حيت اغلبيتها نساء واغلبيه متبعاتها مقيمات في ايطاليا، حتى خارج ايطاليا غادي تستافدوا من حكايتي.
اللي تجي ودير ايد في ايد ضرب حساب الايام راه دواره، اللي تخدم على راجلها من الصباح حتى العشيه تقاسم معاه، اللي ضرب تماره فوق الزايد عرف كيفاش تتعامل. ماشي انا ضد المراه اللي تخدم، ولكن انا مع المراه اللي تجلس معززه مكرمه ويخدم عليها بركابي، اللي صار عليها ويعززها ويكرمها حتى لا تقلب عليها. المهم ما مشاتش صحتها، ما ضاعش شبابها، ما كبراتش قدامه، ما كانتش كالراجل حداه. انا كل شي درته على جنب وقاسيت وتغربت معاه، قلت على اساس كيبغيني، ولكن في الاخير باش يجيب وحده حدايا وبكونطرو صغيره ويقطع التليفون كاني عمري كنت معاه، شي حاجه اللي خطيره. ولكن الصياد النعامه كيلقاها. انا ربحت وهو خسرت، وهذه هي قصتي اللي بغيت نوصل لكم من حكايتي، وكنتمنى تستافدوا منها وتاخذوا منها عبره وتدخلوها للدماغ ديالكم على هذا الشيء اللي وقع ليا بالنسبه للنساء اللي كيضربوا تماره على الراجل. ايوا مشات الايام ودازت الايام، بطبيعه الحال تلاقيت بها. كنت في الاول كندوز من حدا الدار العاليه، الدار اللي بنيتها بعرق كتافي، وكنت كنبقى نبكي، ولكن بالعكس وليت كنضحك وكنضحك عليه كتار. هاد الوقيته اللي دز واحد النهار وتلاقيت بها، هضرت معاها بواحد بروده ماشي بحال النهار الاول. اللي بغيت نقول لك هو انك عبرتي عليه، بردتي لي القلب ديالي تجاهه هو، طعني وغدرني، قالت لي هذاك راه مسطي، هذاك تيحسب لي انا غادي نتعاشر معاه بعد ما كتب ليا، هذاك تابع غير الصغار والذوق، ما عقلش عليك انت اللي دوزتي مع سنين طويله عاد غادي يعقل عليا. هذا سر بحال هذه المعامله، لان اغلبيه صحاباتي كيديروا لهذا النوع ديال الرجال هكا، مادام ما عقلش على وحده كنديو ليه هذاك الشيء اللي عنده وكنقولوا ليه باي، لانه يتساهل وكان فيه الخير يعقل عليك انت. المهم بردات لي الكلب على المعامله اللي تعاملت معاه وعلى السيطره اللي سيطرت عليه، واخا بقات فيا الدار والفلوس، ولكن كيف قلت لكم كل شيء عوضوا لي ربي. مادام هو باقي كيطلب في اوروبا، ومادام هو مدرك وجهه على القبيله وما تيدخلش للمغرب، هذا جزاء من عند الله، وهذه الضربه اللي بغيت ليه وانا مستمتعه بها لحد اليوم، وكنحكي لكم حكايتي في قناه سلطانه. المهم مع السلامه وشكرا لكم على الاستماع، وما تنسونيش بشي تعليق اللي نشوفه حتى انا في قناه سلطانه على حكايتي وعلى مجرى فيها واش فهمتوا فيها، وخذوا منها العبره، لانها بصح قصه واش من قصه بالنسبه للنساء اللي كيديروا الثقه في الرجال في حالي خصوصا في اوروبا. مع السلامه.